السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالى نعمل مع بعض ايه الجلاش التحفه دوت. بجد اختراع، طعمه حلو قوي قوي، النكهه مختلفه خالص عن الجلاش اللي احنا بنعمله اللي هو المعتاد. بص لونه كمان تحفه جدا جدا، يفتح النفس. مكونات سهله جدا جدا، لو عندك لفه جلاش متكسره وبايظه وملهاش، يعني مش عارفه تعملي بيها ايه، خلاص هترميها. لا، تعالى نعمل بيها الوصفه التحفه الجامده دي. وبص، مكونات بسيطة جدا، كل المكونات بتبقى موجودة في البيت. هنعملها كده بأسهل مما يمكن وهتطلع معاكي رائعة وتحفة، واللي هيدوقها هيعشقها. بجد طعمها حلو قوي. تعالوا نسموا الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف لفة الجلاش بتاعتنا. بصوا عاملة ازاي، متهتكة وبايظة، هنعمل بيها ايه؟ كنت هرميها بصراحة، فجات في دماغي الفكرة دي وكانت حلوة جدا جدا. وقلت ايه، اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهيت. تمام. هنجيب بقى ايه بقى صينيه كده بعد ما قطعناها كده وظبطناها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهندهنها ايه سمنه. تمام، دي الصينيه بتاعتنا دهنتها سمنه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهندي طبقه كده. يعني لفه الجلاش احنا هنقسمها على اتنين، هنقسمها طبقه تحت وطبقه فوق. كده ايه، انا حطيت الطبقه دي دوت الحشوه دي اللي كانت متبقيه من صينيه المكرونه اللي كنت عاملاها معاكم الفيديو اللي فات. وقلت لكم ان الصدرين الفرخه ما شاء الله عامل معايا الوصفه بتاعه المكرونه، ودي الوصفه التانية اللي قلت لكم عليها في الفيديو. تمام، واللي ما شافش الفيديو يشوف في اخر فيديو هيلاقيه بتاع المكرونه، وكنت عامله فيه الخلطه بتاعه الفراخ دي تحفه جدا جدا. شوفوا الفيديو هتعجبكم قوي. حطينا الطبقة التانية بتاعت الجلاش وخلاص قفلنا الصينية بتاعتنا. وهنا حطينا كوباية من الحليب، وعليها نص فنجان صغير كده من الزيت. تمام، وهنحط بضاية. كل الحاجة معانا في البيت متوفرة، معايا ملح وفلفل ومكعب من المرقة. تمام كده. وهنخليهم بقى ايه، نخفقهم جامد جدا جدا، لحد ما نخلي المكونات كلها ايه تدوب كده في بعضها، وبهاراتنا وكل حاجتنا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هتطلع معانا حلوة قوي وطعمها بجد تحفة، جربوها وان شاء الله تعجبكم وهتطلع معاكم ترند بإذن الله. اي حد هيدوقها عندك هيعشقها. هنحط كده واحدة واحدة بقى ايه على الجلاش بتاعنا بالطريقة ديت. كده خلصت وحطيتها كلها. تمام، بس بقى انا ما دوبتش المرق الدجاج جامد فباينه على الوش، لا انتوا دوبوها كويس. فانا حطيت كده طبقه من الجبنه الموتزاريلا، هندخلها الفرن ونشوف مع بعض. اهي بصوا بعد ما طلعت، بصوا اللون والجمال والتحفه. الفيديو قصير جدا بس لذيذ، والجلاش تحفه، جربوه بجد. يعني انا من كتر جماله فانا بقول لكم جربوه، هيطلع معاكم خطير بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبالذات لما يكون بالفراخ وباللحمه يبقى حلو قوي، بس برضو بالفراخ هيبقى تحفه. يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتجربوه باذن الله، وتكتبوا لي في الكومنتات انه عجبكم باذن الله. استنوني في فيديو جديد، مع السلامه.